السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال وانتم كتسمعوا هذه القصه ديال اليوم. هي من اغرب القضايا اللي انا شفت، قضيه من قضايا الشرطه القضائيه. كنتمنى تتبعوا هذه الحلقه من الاول حتى الاخر وما تحكموش عليها حتى تسالي، وبغيت نعرف الراي ديالكم. اليوم غادي يكون شكل جديد في السرد ديال المتابعين القدام في القناه كيعرفوني به. هو كنحكي القصه على لسان صاحب القصه. الطريقه بيني وبينكم كتعجبني، ولكن قولوا لي نتوما الراي ديالكم فيها. بلا ما نطول عليكم، ما تنساوناش من الدعم ديالكم لي لايك والاشتراك والبارطاج الا شفتوا القصه كتستاهل. وفحال ديما بعدوا على الصداع، ركزوا في القصه. مشينا. بدات القصه ديال مريم في واحد الدوار نواحي مدينه الدار البيضاء. كتقول مريم: انا كبرت وتزاديت في العروبيه، والديا كانوا ما عندهمش وما خصهمش، بمعنى فقراء. الفقر ماشي عيب، ولكن العيب هو ما تكونش راضي على داكشي اللي انت عايش فيه. فاش حليت عينيا في الدنيا لقيت راسي عندي صديقه وحده اللي سميتها فاتحه واخا كانت كبر مني بعام، ولكن دخلت انا وياها المدرسه حيت بيناتنا الشهوره. هي دخلت على 6 وانا دخلت على 5. انا وصاحبتي فاتحه ما كناش كنتفارقوا لدرجه نهار كامل وهي عندي ولا انا عندها. كان كيدينا غير النعاس، وبعض المرات كنباتوا مع بعضياتنا، يا هي كتبات معايا في الدار ولا انا كنبات عندهم في دار. اللي كيشوفنا وما كيعرفناش كيقول هادو واحد جوج خواتات ماشي صحابات. فاش كبرنا ما كملناش القرايه ديالنا بحكم الفيلاج عندنا حدود الثانويه. من بعد واحد المده كتقول مريم: جات عندي صاحبتي فاتحه وقالت لي شنو بان لك نمشيو للمدينه نخدموا لمدينه الدار البيضاء. قلت لها: واش تسطيتي؟ واش عارفه شنو كتقولي؟ مدينه مره واحده، مدينه الدار البيضاء نمشيو نخدموا فيها؟ قالت لي: الدار البيضاء راه مدينه زوينه وفيها الخدمه، وتما غنديروا داكشي اللي ما عمرنا نقدروا نديروه هنايا، وزائد المدينه فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي نعيشوها ما عمرنا نقدروا نعيشوها هنايا. بيني وبينكم الهضره ديال فاتحه بدات كتدخل لي راسي وعجباتني، خصوصا فاش بدات كتقول ومتاكده ان الحياه في المدينه ولا في مدينه الدار البيضاء زوينه وغادي نعيشوا مغامرات زوينه. عجبني الحال. قلت لها: انا ما نقدرش نقولها لوالديا، راه ما غاديش يبغيو، انا متاكد بانهم ما غاديش يبغيو. قالت لي: داك الموضوع ضربي على حسابي، ماما هي اللي غادي تتكلف به، المهم انت خاصك تبغي. قلت لها: انا ما عنديش مشكل. كتقول مريم: من بعد واحد المده جات ماما صاحبتي وهضرت مع الام ديالي وقدرت تقنعها. بقى عاقله داك النهار الام ديالي كتحاول تقنع الاب ديالي باش يخليني نمشي مع صاحبتي للمدينه ولا مدينه الدار البيضاء، وهو كان رافض الموضوع جمله وتفصيلا. كنسمعها كتقول له: خلي عليك البنت تمشي دير المستقبل ديالها وما عندكش مناش تخاف، هاد المسؤوليه ديالها ضربها على حسابي. صراحه انا ما عرفتش كيفاش قدرت تقنعو وخلاني نمشي مع صاحبتي فاتحه للمدينه، ما عرفتش. جا النهار اللي غادي نمشيو فيه الام ديالي كتبكي وكتوصيني، كتقول لي: ردي بالك يا بنتي وما تثيقي في حتى شي واحد، ولا شفتي هكا ولا هكا رجعي لداركم. انا هاد المسؤوليه كامله انا اللي غادي نتحمل العواقب ديالها، يا زوينه يا خايبه. المهم مشيت انا وصاحبتي لمدينه الدار البيضاء عند واحد العائله ديالها. جلسنا عندهم واحد المده اللي قصيره، ولينا كنخرجوا بجوج، كنقلبوا على الخدمه بجوج، هازين السيفيات ديالنا وكندوروا في الاحياء الصناعيه. بقينا على هاد الحال واحد المده. من بعد عيطوا لنا الخدمه في واحد الشركه ولا واحد الوزين اللي هو معروف. فرحنا، مشينا عندهم، قادينا الوريقات ديالنا وبدينا الخدمه بجوج. خدمت انا وصاحبتي في بوست واحد، كنمشيو بجوج كنجيو بجوج، داخلين سوق راسنا. من بعد ما تخلصنا الخلصه الاولى قلت لصاحبتي: دابا خصنا نخرجوا نكريو شي دار بركه، ما نبقاو جالسين عند الناس. صراحه هما ما عمرهم قالوا لي ولا داروا لي شي حاجه، ولكن انا ما عمرني كنت مرتاح. صاحبتي فاتحه وافقات، ومشينا كنقلبوا على الكرا ولقينا واحد الدار اللي صغيره في واحد الحي الشعبي بثمن زوين. مريم كتقول: فاش استقرينا ولينا خدامين وكنتخلصوا، وليت كنصيفط واحد البركه للدار ديالنا يعاونوا عليها واخا ماشي بزاف، المهم غادي تسد شي حاجه في الاحتياجات ديالو. المهم حتى لهنا قصتي غدا عاديه ما فيهاش شي حاجه اللي واو. حتى لواحد النهار واحد الولد كان خدام معنا في نفس الوزين وبوست قريب لنا. هاد الولد كان سميتو رشيد، ولد زوين، كان كيبان الله يعمرها دار، وهادشي اللي كنت كنسمع عليه. رشيد كان ديما كيبقى كيشوف فيا شي شوفات اللي في شي شكل، هي كانت باينه ديال الاعجاب. ديما مقابلني، ديما كيبقى حاضني، ولكن انا ما عمرني عطيتو الفرصه. كان كلام الام ديالي ديما قدام عينيا: انا بنتي راه كنتحمل المسؤوليه ديال اي حاجه توقع لك. حتى واحد النهار وانا خارجه من الخدمه لقيتو كيساين فيا، درت راسي ما شفتوش، وشويه بدا تابعني كيقول لي وهو كيترعد: سمحي لي مريم، بغيت نهضر معاك. وقفت، قال لي: شوفي ما ديرهاش مني قله الصواب، بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم. قلت له: شنو هو هذا الموضوع المهم اللي بيني وبينك؟
قال لي نجيك الصراحه من شحال هذا وانا مقابلك، بنت ليا بنت لي درويشه، بنت مأدبه، بنت لي داخله سوق راسها، وانا كنقلب على شي بنت الناس الحلال، وعلاش لا تكوني انتيا. بغيت نجي لداركم وناول معقول. هضرتو جاتني بحال الصدمه، ما كنتش كنظنو يقول لي ديك الهضره من الاول. كان كيحسب لي غيقول لي نتصاحبوا ولا نديرو شي علاقه، ولكن جا عندي وقال لي الزواج نيشان دقه واحده. انا بصراحه كنت متردد، ولكن هو ما في ميتعب، ولد زوين ومؤدب واي وحده تتمناه. بغيت نعزز راسي وقلت لي ما غاديش نجاوبك بوالو، دابا نفكر ونجاوبك. قال لي مرحبا. بيني وبينكم انا بغيت نتشاور مع صاحبتي فاتحه في هذا الموضوع هذا. قلتها لها، قالت لي توكلي على الله، رشيد الله يعمرها دار بلا ما تزيد تفكري بزاف. كتقول مريم خليت واحد المده وجا هو بنفسه قال لي شنو درتي في الموضوع اللي قلت لك. قلت له صافي موافقه. المهم حددنا واحد النهار ومشى جاب عائلته وخطبني من دارنا، وكل شيء داز بخير وعلى خير، وتفاهمنا العام الجاي نديرو العرس والعقد. رجعنا للخدمه، وفي هاد المده ولينا كنخرجوا مع بعضياتنا، كنهضروا بجوج في التليفون بالليل، كنبقاو حتى اين وقت كنهضروا بخصوص العرس وبخصوص الحياه ديالنا الزوجيه والمستقبل والوليدات وكل شيء. انا كنت كنعاود لصاحبتي فاتحه كل شيء، اي حاجه تصوروا الاخوان كنعاود لها الكبيره والصغيره. غير كنقطع معاها كتسولني اش كان كيقول لك. بيني وبينكم ما كانش بيناتنا الاسرار. غادي تقولوا لي علاش؟ حيت حنا اكثر من الاخواتات وكنتيق فيها بزاف وما عمرني خبيت حتى شي حاجه عليها. كتقول مريم من بعد واحد الفتره ديال 3 شهور غادي تبان شي مشاكل بيني وبين رشيد. شنو هي هاد المشاكل؟ مشاكل اللي ماديه. هو شكون اللي غادي يخلص الكراج، شكون اللي غادي يتكلف بالمصروف بحال هكا. انا كنت دائما كنمشي عند فاتحه وكنشكي لها وكنعاود لها اي حاجه. كنقول لها رشيد كيقول لي خصك انت تخلصي الكرا وانا نخلص نتكلف بالمصروف، ولا انت المصروف وانا غادي نخلص الكرا. انا خدام وانت خدامه، يعني خدامين بجوج في نفس الشركه، عندنا نفس الصالير، خصنا نتعاونوا، انت شويه وانا شويه، وراه الزمان قاصح. فاتحه باش كتنصحني كتقول لي شوفي وياك تبعيه في الري ديالو، النهار الاول كيموت المش. اش التخربيق هذا؟ الا ما قادش على الزواج علاش كيتلاح ليه؟ ما قادش بيكو بمصروفك يمشي في حاله على بالسلامه، باش غيتسمى هو راجل، باش انت تصرفي عليه وتخدمي عليه. هو اللي خصو يخلص الكرا ويخلص كل شيء. هذا راه ولا كيبان ليا غير طماع وطامع فيك. زائد صاحبتي هادشي اللي كيقول لك انت ما توافقيش عليه. المهم تشرطي عليه وقولوا لي انا ما نخلص والو، انا ما غنحط معاك حتى شي ريال، انت اللي غادي تتكلف بكل شيء وفلوسي انا حره فيهم. وياك النهار الاول يموت المش، يا اما تعيشي معززه مكرمه، يا اما غتعيشي معاه طول حياتك مدلوله. مريم كتقول سمعت الهضره ديال صاحبتي ومشيت عند الخطيب ديالي رشيد وقلت له بكل ثقه في النفس لاول شرط اخر نور، فلوسي هادوك انا حره فيهم، والخلصه ديالي ما تقرب لهاش وما تحاولش حتى تفكر فيها، وانت اللي غادي تكري وانت اللي غدير كل شيء. انا ما غندير حتى شي حاجه. عجبك ولد الناس مرحبا، ما عجبكش انت من طريق وانا من طريق. المهم رشيد ما عجبوش الحال، ما عجباتوش الهضره ديال مريم. سيد ما عجبوش الحال، هو باغي هاد السيدات يتعاونوا بجوجهم، شويه منه شويه منها، وهكذا يمشيو الحياه ديالهم الزوجيه. الحياه الزوجيه كتبغي العوين، ولكن فاتحه دائما كتعمر راس مريم، دائما لا ما ديريش، لا خصو هو يشري لك، لا شرطي عليه. واش مريم غالطه ولا هو اللي غلط؟ قولوا لنا في التعليق الراي ديالكم. المهم كتقول مريم الخطيب ديالي من داك النهار غادي يفسخ الخطوبه اللي بيناتنا، وكل واحد غادي يشد الطريق ديالو، ما تفاهمناش. المهم كاين مجموعين كاملين، لا انا ولا رشيد ولا فاتحه، كنا بقينا خدامين في هذاك الوزين بحكم الخدمه. هو عطاني اتساع وحتى انا بعدت منه، واخا ما نكذبش عليكم وليت كنبغيه حيت هو اول راجل في حياتي، ولكن ما كتبش. واحد النهار من بعد ما دازت واحد المده ديال 5 شهور، وداك النهار مازال عاقل عليه بحال اليوم، غتجي صاحبتي فاتحه عندي وقالت لي عندي لك واحد الاخبار والله ما غادي تصدقيها. قلت لها الله يسمعنا اخبار الخير. قالت لي اش غادي نقول لك؟ عرفتي رشيد الخطيب ديالك اللي كنتو مخطوبه عليه، الخطيب السابق ديالك؟ قلت لها مالو. قالت لي جا عندي وقال لك كنعجبو وبغى يتزوج بيا. قلت لها ايه وشنو قلتي لي نتيا؟ قالت لي واش كتهضر من نيتك؟ انت كنتي خاطب صاحبتي ودابا انا، واش انت بعقلك؟ قال لي صاحبتك ما كتبتش ليا، وهذا راه زواج، واللي مزوجين راه مزوجين في السماء، ما تفاهمناش، وانا ما تزوجتش بها، يعني انا غير كنت خاطبه وداكشي اللي بيني وبينها ساله. كتقول مريم بيني وبينكم انا فاش سمعت ديك الهضره بغيتها غير تسالي تقول لي من بعد.
قلت لها انتي اشنو قلتي لي باش جاوبتيه وانا غادي تكون صدمة حياتي؟ قالت لي ما عندي ما نخبي عليك اصاحبتي، رشيد ولد زوين وما قدرتش نقول له لا. قلت له ماشي مشكله ولد الناس، لا كان فيك المعقول مرحبا. انا فاش سمعت جوابها كان كيحسب لي واش كنحلم، واش هادشي غير كذوب، واش كضحك معايا. ولكن هادشي راه بصح. صاحبتي غدراتني، صاحبتي كانت كتعمرني عليه وكتقول لي ما تنازليش ليه. واش هي صاحبتي اللي قالت لي النهار الاول يموت المش؟ واش هي صاحبتي اللي قالت لي فرضي راسك معاه ولا غادي تعيشي معاه مثلو ولا حياتك كامله؟ لا لا، دي ماشي صاحبتي لا. كتقول مريم بغيت نغوت باقصى جهد عندي، ولكن لساني طاح من بلاصتو وما قدرتش نصدق ديك الهضره اللي سمعت. فاش مشينا للدار نوضنا ديال بصح، وفاتحه هزات حوايجها ورجعت عند دوك الناس اللي من عائلتها اللي سكننا عندهم فاش يلاه جينا. غادي دوز واحد المده وبالفعل رشيد غادي يخطب فاتحه اللي هي الصديقه الوفيه ديالي، وهاد الخطوبه من بعد غتولي من موراها زواج في مده اللي قصيره. كتقول مريم هاد الزواج انا ما حضرتش ليه واخا عرضوا عليا، ولكن انا ما بغاش دوز ليا. حسب صاحبتي سرقات الخطيب ديالي وقول باتني، كان عينا فيه من الاول وداكشي علاش كانت كتحرشني عليه وكتقول لي ما ديريش داكشي اللي هي من بعد دارته. سمعت من بعيد باللي عاوناتو في العز وعاوناتو في الفراج ديال الدار اللي شراوها بكريدي، حتى من الدفعه الاولى ولا التسبيق عاوناتو فيه. غريب هادشي ما كيدخلش للعقل، حيت لقاتني حماره ونيه وضحكات عليا. دوزت واحد المرحله اللي صعيبه وصعيبه بزاف. دخلت في واحد الحاله ديال الاكتئاب، كنحس براسي كنموت الاف المرات في النهار. ما تصرطاتش ليا، ما بغاش دوز ليا، خصوصا فاش كنشوفهم مريحين بزوج وكيضحكوا بزوج وكيتغداو بجوج ومفاهمين بيناتهم. انا شادني واحد الحرقه في قلبي ما كتصورش. بغيت ننسى ونعيش حياتي عادي، ولكن ما قدرتش. ومع ذلك تحديت كل شيء، بقيت خدامه معاهم في نفس الشركه ومفروض عليا نشوفهم يوميا. غدوز واحد المده ديال 8 شهور وحنا مقاطعين، ما كنهضر معاهم ما كيهضروا معايا. مريم غادي تقول علاش انا غادي نبقى قاطع الهضره مع صاحبتي، علاش غيجي هاد السيد هذا غيفرقنا. المهم صافي، كيبقى امر الله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل. خصني نمشي ونتصالح مع الصديقه ديالي ونعتذر منها. عقلوا الاخوان على هاد الشيء مزيان، حيت من بعد غادي تفهموا علاش دارت هاد الشيء. كتقول مريم باقا عاقله، مشيت عند صاحبتي فاتحه وقلت لها بغيتك تسمحي لي وانا ما فهمتكش، وداك الشيء كيبقى المكتاب، سمحي لي وصافي، نساي كلشي. وداك النهار تصالحنا ورجعت العلاقه ديالنا كيف ما كانت في الاول. من بعد واحد المده ديال شهر، في واحد الصباح فاتحه والزوج ديالها رشيد ما غاديش يجيو للخدمه ديالهم، وهذا الشيء غادي يستغربوا له الناس اللي خدامين معاهم. مالهم ما جاوش، ياك ما كاين باس، ياك ما عندهم شي مشكل. غادي يغبروا النهار الاول ما جاوش، النهار الثاني ما جاوش، النهار الثالث ما جاوش، السيمانه ما جاوش. المهم نخليو القصه ديالنا هنا. في واحد العماره، الناس ديال العماره هذه غادي يبداو يشموا واحد الريحه اللي كاريها في ديك العماره كامله. الناس بداو كيقلبوا وعيطوا على السنديك ديال العماره لتحت، قالوا له الله يجازيك بخير، راه واحد الريحه راه عاطيه بزاف في العماره، راه ما كتستحملش. بداو الناس كيقلبوا هنا كيقلبوا هنا، ياك ماشي حيوان ميات ولا. الناس قلبوا العماره كامله ما لقاو فيها حتى شي حاجه، ولكن الريحه او المصدر ديال الريحه خارج من واحد الشقه كاينه في الطروازيام. رائحه اللي كاريها كتخرج من واحد الشقه. حاجه اخرى ان الناس اللي ساكنين في ديك الشقه هذه مده ما بقاوش بانوا، اش وقع لهم الله اعلم. الناس عيطوا على البوليس، جاو البوليس وقفوا على الباب ديال الشقه، لقاو بالفعل بان الرائحه كريهه كتخرج من الشقه. بالتنسيق مع النيابه العامه غادي يهرسوا الباب. دخلوا، منين دخلوا ما يلقاو واحد الكارثه. واحد السيده مع الزوج ديالها جثه هامده في مرحله متقدمه من التحلل. شكون هما هادوك؟ هي فاتحه والزوج ديالها رشيد. اول ملاحظه غادي يشوفها العميد ديال الشرطه اللي حضر ديك الليله ان الجثث فيهم طعنات على مستوى الصدر. غادي يلقاو على ان الشقه ما تعرضتش للسرقه، ما تعرضت لحتى شي حاجه. الكوزينه المواعن ديالها مقادين مصوبين، الكيسان مغسولين، كلشي مغسول، كلشي هو هذاك، حتى من الصالون كيف ما هو، والبيوت مقادين. الباب ديال الدخله ديال الدار ما كاين لا كسر، ما كاين حتى شي حاجه. من اول حاجه غادي يستنتج العميد ديال الشرطه، غادي يقول على ان الدافع ديال هذه الجريمه ربما كاين واحد النسبه كبيره على انها داخله فيها تصفيه ديال الحسابات او انتقام. ولكن كيفاش المراه والراجل تقتلوا، شكون اللي قتلهم وعلاش قتلهم بديك الطريقه، اسئله اللي محيره. من بعد ما العناصر ديال التشخيص القضائي او مسرح الجريمه كملوا الابحاث ديالهم، العميد ديال الشرطه بدا كيسول في الجيران واش
سمعتوا شي صداع عند هاد الناس، شي غوات؟ الجيران كيأكدوا كيقولوا بانهم ما سمعوا حتى شي حاجه، وهاد الناس هادو اللي كنعرفوا عليهم الله يعمرها دار، ما كيمشيو عند حد، ما كيجيو عند حد. يلا تزوجوا كوبل، يلا تزوجوا، كيمشيو كيجيو بجوجهم خدامين في شركه واحده. سولهم على فين هي هاد الشركه، غيقول لهم السنديك في الحي الصناعي، الشركه الفلانيه. حضرات السياره ديال نقل الاموات، حملوا الجثث ديال الزوج رشيد والزوجه فاتحه ودوهم الى احد المستودعات ديال الاموات باش يكملوا الاجراءات ديالهم. الطبيب الشرعي اللي غادي يكشف على الجثث، التقرير ديالو كيقول من خلال الملاحظه كيلقى على ان الجثه ديال فاتحه ولا كذلك الجثه ديال رشيد سبب الوفاه هما دوك الطعنات. قبل ما يتقتلوا تعطاهم واحد المنوم اللي قوي. كيفاش حتى تقتلوا؟ شكون اللي قتلهم؟ الله اعلم. البوليس هنا بداو كيديروا الاجراءات ديالهم، غادي يمشيو للشركه او لوزين، ومن الشركه غيبداو البحث. البوليس داروا مجموعه ديال الابحاث كيسولوا في الناس اللي خدامين في الشركه، وكلهم غادي يقولوا باللي فاتحه ورشيد كان عندهم مشكل مع مريم، وعاودوا لهم على المشكل اللي وقع بيناتهم بخصوص رشيد اللي هو الزوج ديال فاتحه، باللي كان خاطب مريم هي الاولى وفسخ الخطوبه وتزوج بصاحبتها. نرجعوا دابا عند مريم، كتقول فاش سمعت ديك الهضره كنت عارفه بلي البوليس غادي يشكوا فيا وغادي يعيطوا ليا، وداكشي اللي كان عيطوا ليا وجيت عندهم سولوني نهار الحد فين كنتي. الاشاره نهار الحد هو النهار اللي وقعت فيه الجريمه. قلت لهم في داري. قالوا لي واش ما تلاقيتيش بالضحيه فاتحه ولا الزوج ديالها رشيد؟ قلت لهم لا ما تلاقيتش بهم سيدي وما شفتهمش. من طريقه الهضره ديالهم كنت عارفه بلي انا المشتبه الوحيده في هذه القضيه، وكانوا غير كيعطلوا معايا في الوقت، حيت بالموازاة مع التحقيقات المعمقه اللي كيديروا معايا البوليس كانوا كيرجعوا الكاميرات في هذه المنطقه اللي كتواجد بالقرب من العماره اللي كانت فيها الجريمه. كنت حاسه باللي غير مساله وقت وغادي يوصلوا للمجرم. من بعد مراقبه جميع الكاميرات غادي يبان في واحد التسجيل ديال واحد الكاميرا ديال واحد القهوه فاتحه ومريم ورشيد كانوا غاديين بثلاثه نهار الحد مع الوقيته ديال 10 ديال الصباح. هنا كيف قلت لكم كانت مساله وقت وصافي غاديين يوصلوا ليا. وبلا ما نزيد نكذب عليهم قلت لهم سيدي انا اللي قتلتهم وانا اللي انتقمت منهم. قالوا لي كيفاش وعلاش درتي يا بنتي هادشي في صاحبتك؟ قلت لهم علاش باش ننتقم ببرد شويه الغالي اللي في قلبي. وكيفاش انا غادي نعاود لكم القصه من الاول. نتوما عارفين المشكل اللي بيني وبينهم بجوج، وصلت لواحد الحاله خصني ننتقم منهم ونرد لهم الصرف بجوج، وداكشي علاش رجعت العلاقه مع صاحبتي. ولكن ماشي كانت نيتي سليمه ونيتي صافيه، لا، كانت نيتي باش نقتل فاتحه ونقتل راجلها رشيد وننتقم منهم مجموعين وبجوج. فاتحه غدراتني خانتني دات لي الخطيب ديالي، وحتى هو الخطيب ديالي خانني وغدرني ومشى تزوج بصاحبتي. اذا بغيتي تدمر عدوك خلي قريب منه. داكشي علاش رجعت معاهم العلاقه وكنت كنتسنى شي فرصه، حتى لواحد النهار صاحبتي فاتحه قالت لي ان شاء الله غادي نتغداو جميع في دارنا، مازال ما عمرك جيتي عندنا لدارنا، منها تشوفيها ومنها نردو دوك الذكريات ديال شحال هذا. كتقول مريم انا وافقت. قلت لها علاش لا؟ قلت مع راسي هذه هي الفرصه. مشيت شريت الكادو ودزت عند الفارماسيان اللي كناخذ من عنده دواء الاكتئاب ديالي، وقلت له الله يسهل عليك الا ما عطيني شي حاجه اللي تطيحني كومه في الفراش، راه مده ما نعستش. حيت هو كيعرفني، عطاني واحد المنوم اللي قوي وقال لي ما تشربيه حتى تكوني في الفراش، راه منوم اللي خطير. خديته من عنده وما عرفتش علاش كنت فرحان هذاك النهار. يمكن حيت جا الوقت اللي غادي ننتقم من دوك الجوج اللي دمروا لي حياتي. جا النهار وداروا معايا باش نتلاقاو في واحد البلاصه ونجيو مجموعين ونمشيو للدار ديالهم او الشقه ديالهم ونتغداو. جا النهار وداروا معايا باش نتلاقاو في واحد البلاصه ونمشيو مجموعين ونمشيو للدار ديالهم او الشقه ديالهم ونتغداو داك النهار مجموعين. بالفعل مشينا وتما يمكن فين شدتني الكاميرا ديال هذيك القهوه. دخلنا للدار ديالهم ريحنا مجموعين. فاتحه كطيب في الغداء وكتقول لي مرحبا بك مرحبا بك، نهار كبير هذا. حتى رشيد كيقول لي مرحبا بك، وانا كنشوف راسي كنت انا اللي غادي نكون في الدار وانا اللي غادي نرحب بها، وهاد رشيد هذا كان غيكون الراجل ديالي ولا الزوج ديالي. المهم الحقد ديالي كان كبير وزاد كبر كتر وكتر. فاش تغدينا وتهزوا الماعن، فاتحه بدات كتغسل في الماعن الغداء وانا نقول لها انا غادي نعمر واحد البراد ديال اتاي، حيت هي عارفه انا كنعمر اتاي مزيان وعزيز على الاتاي ديالي. قالت لي صافي توحشت اتاي ديالك. عمرت اتاي وكبيت الكيسان في الكوزينه وحطيت واحد الكميه من المنوم في جوج الكيسان. جبت الصينيه عطيت الكاس لرشيد وعطيت الكاس لفاتحه.
شربوا، بقيت معاهم شويه شويه، بدا كيديهم النعاس. فاش نعسو مشيت للكوزينه، جبت واحد الجنويه وانتقمت منهم. كل طعنب الم اللي تسبوا ليا فيه. من بعد فاش ساليت غسلت كلشي، غديت كلشي بشويه عليا، وحده وحده عليا، وخرجت من الدار صورتها عليهم ومشيت في حالي. حتى غادي يتم اكتشاف الجثث من طرف بعض الجيران بعد ما عطات الريحه. هذه كانت الاعترافات ديال مريم. من بعد هاد الاعترافات مريم دارت تمثيل ديال الجريمه، وهنا غادي تحال على المحاكمه وغادي تحكم بالاعدام. تحكمت بالاعدام بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. يعني بصراحه دمرت الحياه ديالها، دمرت المستقبل ديالها. بنت مازال باقا صغيره، يلا عندها تقريبا 23 عام، صاحبتها حتى هي في العمر ديالها 24 سنه. المستفاد من الحلقه ديال اليوم وهي الجريمه فهي لا تفيد ابدا. غادي نتفقوا في حاجه وحده، بان مريم حسات بالاهانه وحسات بالحقره وحسات بان صاحبتها غدرتها. لكن هادشي الزواج كيبقى مكتاب، وكيف ما كنقولوا خيرها في غيرها. راه ما عمر جريمه ما كتكون هي الحل. كان من الافضل لها تنسى صاحبتها، تنسى داك الراجل اذا ما كانش تقبلات هذا الموضوع، ولا ما قدرتش تنساه. كانت دير بالوصيه ديال الام ديالها وترجع في حالها للدوار، ولا تمشي تقلب على شي خدمه اخرى. المهم ما توصلش لهاد الدرجه تضيع حياتها وتضيع المستقبل ديالها. بحال هاد القصص المستفاد فيهم هو الانسان ما يديرش بعض الاخطاء اللي كيديروها بعض الناس. يعني خطا اللي الانسان تيخلصو غالي من بعد، يعني حياته كتدمر. كنتمنى الطريقه ديال باش حاولت القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنوا تستافدوا من القصه. وبلا ما نزيد نطول عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده، ومع السلامه.